بيطلع لك شخص بكل ثقة وبيقول لك يا حبيبي أكسدة الدهون أصلا مو يعني خسارة الدهون. طيب هالجملة صحيحة ولا مجرد حكي منصات؟ خلينا نرجع للزبدة والأدلة العلمية. بسنة 2016 انعملت دراسة ميتا أناليسيس، جمعت نتائج 27 دراسة على 273 مشارك، وكان الهدف انهم يعرفوا شو بيصير بأكسدة الدهون لما تتمرن وانت وصايم مقارنة بالتمرين بعد الاكل. والنتيجة كانت واضحة، أكسدة الدهون اثناء التمرين كانت اعلى بشكل ملحوظ بحالة الصيام. يعني نعم، هون لازم نعترف بشغلة واضحة، اذا اخذت شخص وخليته يعمل نفس التمرين تقريبا مرة وهو صايم ومرة بعد الاكل، فجسمه بحالة الصيام بيميل لاستخدام الدهون كوقود بدرجة اكبر. وهذا مو رأي مدرب ولا معلومة من الانستغرام، هذا فرق ظهر فعليا بالدراسات. بس هون استنى شوي، لانه في تفصيل صغير جدا اذا ما فهمته ممكن تطلع من كل هالدراسات باستنتاج غلط تماما. أكسدة الدهون مو نفسها خسارة دهون الجسم. يعني لما جسمك بيستخدم دهون أكثر كوقود أثناء الكارديو، هذا ما بيعني تلقائيا أنك رح تخسر دهون جسمك أكثر بنهاية الأسبوع أو الشهر. وهون بالضبط بتبلش القصة الحقيقية، لأنه جسمك مو آلة بتشتغل ساعة بتحرق دهون وبعدين بتقلك خلص كوتش خاي الدهون راحت وما عاد إلها علاقة بباقي اليوم. لا، جسمك نظام كامل، شو استخدمت أثناء التمرين، شو استخدمت بعده، وقديش أكلت، وقديش تحركت، وقديش صرف من الطاقة، كل هالأشياء داخلة بنفس المعادلة.